بعد مضي بضعة أيام على إعلان إحدى شركات تجارة السيارات في العراق عن تقديم سيارة نوع توسان موديل 2025 هدية للشاب الذي انهار عليه جسر العطيش في كربلاء، ظهر صاحب الشركة المدعو أبو يوسف مجددا وهو متوجه من بغداد إلى كربلاء، وتحديدا إلى منزل المهندس محمد باقر لتقديم هديته بنفسه، وهي سيارة نوع توسان أحدث موديل، إيفاء منه لكلمته ولوعده الذي أعلن عنه أمام الجميع. السلام عليكم. حبيبي فرج عينكم. هلا من دنيار. الحمد لله على السلامة، والله افتخرنا بيك. على الواحد وقع عليه جسر نقول هذا فوز ما بطل. انا هناك اريد بس اريد اوصل، قلبي صار كربلاء، قلبي صار يوجه. ان شاء الله حياتك قبلوي. ما قبلوي ما انساها. على راسي حجي.